هاتف جديد من شركة سامسونج في سلسلة ام اللي ناس كتير جدا بتحبها، بس يا ترى هيقدم حاجة جديدة ولا لأ؟ يلا بينا نعرف كل حاجة. أهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. النهاردة هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي M52 5G، وطبعا كالعادة هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف وكمان مميزاته وعيوبه، وكمان في آخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الهاتف، سواء بقى كانت أسعار إحنا متوقعينها أو أسعار رسمية. أهم حاجة ما تنساش بس تدعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي M52 5G. أول حاجة كعادتنا نخش على شاشة الجهاز اللي هنا بتيجي من نوع سوبر أموليد بلس، وبتيجي بحجم 6 و7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل انش. كاميرا الهاتف الأمامية بتيجي على شكل ثقب، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز. الشاشة على فئة الجهاز وسعره هتقدم لك أداء كويس جدا، يعني بتاخد شاشة سوبر أموليد بلس هتقدم لك ألوان وتجربة ممتازة، وكمان طبعا مع 120 هرتز هتكون حاجة خرافية. هنا الهاتف بيقدم لك معالج سناب دراجون 778 جي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس أو خدمات ال 5G. المعالج كويس ومش هيأثر معاك في أي حاجة، وهتاخد منه أداء كويس سواء في الألعاب أو في الاستخدام اليومي أو في التصفح مثلا أو في أي حاجة. ولكن هو مش الأقوى ولا الأفضل في الفئة دي، لأن في هواتف تانية في نفس الفئة وبنفس السعر تقريبا بتقدم لك معالجات أقوى بكتير. ولكن عموما يعني هو كويس ولكنه مش الأقوى في الفئة دي. الجهاز بيجي بنسختين، الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي لحد 1 تيرا، ولكن علشان تركب كارت ميموري لازم تشيل خط من الاتنين. الهاتف بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 12 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 5 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو علشان تصور بيها الحاجات من قريب جدا. كاميرا الهاتف الخلفية بتصور فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 فريم في الثانية، وبتصور فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. كاميرا الهاتف الأمامية في الجهاز بتيجي 32 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف بتيجي بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية حجمها كويس، وكمان المعالج موفر للطاقة بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 25 واط. الهاتف بيجي باندرويد 11، والهاتف بيدعم NFC. الموبايل لا يدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. ظهر الهاتف بيجي من البلاستيك. سماعات الجهاز للأسف لا تدعم الاستيريو. ألوان الجهاز هما الأزرق والأسود والأبيض. الجهاز بيدعم مستشعر البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. مميزات هاتف سامسونج جالاكسي M52 5G. الشاشة طبعا هتاخد منها أداء ممتاز، البطارية هتقدم لك أداء كويس جدا. عيوب موبايل سامسونج جالاكسي M52 5G. المعالج زي ما اتكلمنا عليه كويس ومش هيأثر في حاجة، ولكنه مش الأفضل في الفئة دي. علشان تركب كارت ميموري لازم تشيل خط من الاتنين. ودلوقتي خلينا اوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الهاتف. بس خليك عارف ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، وده علشان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. تم اطلاق الهاتف في الهند بسعر $400. السعر المتوقع في مصر 6500 جنيه.
السعر المتوقع في السعودية 1550 ريال. طيب ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس الفئة السعرية؟ شاومي بوكو F3. الهاتف ده اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي M52 5G. هنخش على مقارنة بين الجهازين، ولكن قبل ما نخش على مقارنة بينهم عايز اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة شاملة لهاتف شاومي بوكو F3. لو عايز تشوف المراجعة هتشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. نخش على مقارنة المعالجات الاول، وهنا سامسونج بيجي بمعالج سناب دراجون 778G وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 870. وهنا معالج شاومي بيتفوق. سامسونج بيجي بشاشة سوبر اموليد بلس بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاومي بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. وهنا يعتبر الاتنين زي بعض. سامسونج بيجي ببطارية 5000 ملي امبير وشاومي بيجي ببطارية 4520 ملي امبير. وهنا بطارية سامسونج تتفوق. سامسونج يدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن شاومي لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. وهنا سامسونج تتفوق. سامسونج بيدعم شحن استراع بقوة 25 واط وشاومي بيدعم شحن استراع بقوة 33 واط. وهنا شاومي تتفوق. يلا نشوف الفرق ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر سامسونج ده سعر متوقع وده لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده سعر رسمي وده علشان نزل مصر بالفعل. سعر سامسونج المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6500 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6150 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف سامسونج جالاكسي M52 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.